صباح الخير، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فطرنا حاجه من البيت بسيطه كده والحمد لله. وصاحبتي جات لي قلت لها ايه رايك نقوم نخش المطبخ نعمل حاجه تسلينا كده، حاجه مسكره. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل كوكيز. عملت ايه؟ على الكوبايتين دقيق بتحطي كوبايه الا ربع سمنه، عندك زبده عايزه تحطي زبده براحتك، بس انا هعمل 4 كوبايات دقيق. فانا بقولك معيار الكوبايتين. وهتحطي كوباية الا ربع سكر بودر، وهتحطي بيضة على الكوبايتين الدقيق. لو هتعملي 4 هتحطي بيضتين. وهتحطي برضو كوبايتين سمنة، وهتحطي كوبايتين سكر بودر. وحطيت دلوقتي بعد ما نزلت بالبيض حطيت فانيليا. وبعد كده هقلب 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 لغاية ما الخليط يتقل معايا. وهفضل اقلب اقلب لحد ما القوام يتقل معايا وهقلب. وبعد كده هحط شعرة ملح، يعني نص معلقة ملح صغيرة كده في قلب العجين. وبعد كده هحط معلقة نشا، بيقولك النشا بتخليه مقرمش كده وجميل. هنزل بمعلقة نشا. نزلت بمعلقة النشا، هفضل اقلب بقى اقلب. بعد كده الخليط هيتقل معايا. هقلب. وبعد ما نزلت بمعلقة النشا بقى هنخل الدقيق، واحط 4 كوبايات دقيق عليه. وهفضل اقلب بالمضرب اليدوي. في ناس بتعمل من المضرب الكهرباء، انا هعمل بالمضرب اليدوي. وحطيت الدقيق اهو بنخله عليه. انا بتعلم واحدة واحدة معاكم يا حبايب قلبي، يعني مرة اعمل بيتزا، مرة اعمل كوكيز، مرة اعمل اي حاجة عشان اما اتجوز بقى اكون شاطرة وبعرف اعملها وبنتعلم سوا. وصاحبتي والله برضو شجعتني وعملت معايا. ودلوقتي يا حبايبي هنزل بالدقيق واحدة واحدة. اللي مخطوبة او اللي متجوزة وعايزة تتعلم او تعمل حاجة، لو انت ما انتش عارفة تعملي حاجة مثلا جيبها من على النت، واحدة واحدة هتتعلمي زي ما انا بعمل كده. واحدة واحدة بتعلم من ماما مرة، باخد من النت طريقة مرة. وبقيت ما شاء الله شاطرة. ودلوقتي فضلت اعمل بالمضرب في العجينة، لقيت العجينة مش مساعدة معايا، قمت بقى عاملة بايدي. والعجينة ما شاء الله بقت طرية وعاملة زي الملبن وجميل. فانا دلوقتي قسمت العجينه على نصين، هعمل نص بالفانيليا ونص بالشوكولاته. ودلوقتي العجينه النص التاني نزلت عليه بمعلقه كاكاو. ودلوقتي بقلب معاكم اهوت يا حبايب قلبي. العجينه اللي بالشوكولاته كانت صاحبتي قاعده تعمل فيها تعجن فيها، هي لازم تعجني فيها كده، لان لو عملت بمعلقه مش هتطلع معاكي بالطريقه دي. وما شاء الله بقت جميله وطريه وحلوه. وبرضك بعد ما خلصنا هنجيب صينيه بقى ونحط عليها نقطه زيت صغيره. ونعمل بقى الوقت بكورها انا وصاحبتي، وبنحط في قلب الشوكليت شيبس، وبعد كده نرصها في الصينية. طريقة سهلة وجميلة ومش هتاخد منك وقت، وما شاء الله كان طعمها تحفة وكانت جميلة والله. وحاجة هو بتسلي وقتك وبتسلي يومك، حتى تعملها لعيالك وما رايحين المدرسة، تعملها لعيالك وما في البيت يتسلوا. صاحبتي مخطوبة وبنشجع بعض وبنسلي بعض، عشان برضو لما نتجوز نعمل حاجات في بيوتنا كده، حاجات حلوة. متابعينا حبايب قلبي اكتبوا لي بقى في التعليقات كده وشجعوني بقى، قولوا له ايه رأيكم في اللي انا عملته. قولوا لي ايه لو في حاجة، قولوا لي برضك، يعني لو مثلا انتوا بتعملوها بطريقة تانية قولوا لي برضك هتعلم منكم. وانتوا لو انتوا، يعني اتمنى لو انتوا بتتعلموا مننا بحاجة بسيطة، بتستفادوا مننا بحاجة بسيطة، واحنا نستفاد منكم برضك. ربنا يا رب يخليكم لنا وما نتحرمش منكم ابدا ومن وجودكم في حياتنا. وقناتنا تكبر بيكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان ينزل لك كل جديد يا حبيبة قلبي. وسبحان الله اليوم ده كان جميل أوي، انا وصاحبتي قاعدين نضحك ونهزر مبسوطين اللي احنا بنعمل مع بعض. ممكن انا اعمل لوحدي بس ما اكونش مبسوطة كده، ممكن هي تعمل لوحدها بس ما اكونش مبسوطة كده يعني. لما بنبقى مع بعض بنبقى مبسوطين اكتر. ودلوقتي كنا قربنا نخلص الصينية بتاعة الشوكولاتة. وما شاء الله مش قادرة اقول لكم على طعمها، يعني كان طعمها خطير وكان طعمها جميل. كنت مبسوطة اصلا اللي هي تطلع مني بالشكل ده، ريحتها كانت قلب البيت. كنتش مصدقة ان هي تطلع معايا كده، ما شاء الله والله كانت جميلة. حتى صاحبتي تقول كويس اهو نفعنا في حاجة. وما شاء الله كنا خلصنا اللي بالشوكولاتة، وهبدأ بقى اروح اعمل اللي بالفانيليا. ودلوقتي دي شكل العجينة ما شاء الله، ودي الصينية اللي هعمل فيها. ودلوقتي برضو كنت بعمل انا وصاحبتي في التانية. زي ما انتوا عارفين يا حبايب قلبي اللي جوز خالتي تعبان، فماما هناك على طول بتروح تقعد مع خالته شوية، لان زي ما انتوا عارفين بقى ناس بتروح وناس بتيجي، فهي قاعدة مع خالته هناك. فهي جت لقيتني اصلا عاملة كده، وجت لقيتني بسجل وكده يعني. وهي قالت هي بتيجي على تجهيز الغدا، يعني بتصحى من النوم تروح وبتيجي على تجهيز الغدا.
ودلوقتي كنا ما شاء الله يعني بنعمل في الصينية التانية، ما شاء الله شكلها جميل. متشكرة يا حبايب قلبي اللي دعوا لجوز خالتي، ربنا يخليكم لنا يا رب ويبارك لكم، ادعوا له ربنا يشفيه ويخليه لاولاده. انا والله بحب جوز خالتي ده، حنين زي اب كده، حنين وجدع ومحترم، ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامة. سبحان الله يا حبايبي، يعني اليوم اللي هو تعب فيه انا تعبت فيه، يعني شفته حتى، يعني مش عارفة اقول ايه والله، اليوم اللي هو تعب فيه انا تعبت فيه، رحت المستشفى وهو راح المستشفى. ربنا يسترها وما تشوفوا حاجة وحشة أبدا في عيالكم يا رب. وده يا حبايب قلبي كنا خلصنا الصينيتين وهنطلع بقى فوق نسخن الفرن. ودلوقتي كانت صاحبتي بقى بتدخل، هي اللي كانت قاعدة قدام الفرن وبتدخل دلوقتي الصينية اللي بالشوكولاتة. وما شاء الله ما خدتش مننا 10 دقايق في الفرن. ودلوقتي بقى كنا طلعناها وحطينا اللي في الفانيليا، ما شاء الله كانت جميلة وريحتها جميلة. أنا عارفة يا حبايبي اللي انتوا شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجة. دي كانت دلوقتي كنت طلعتها من الفرن، ما شاء الله كانت خطيرة وكان طعمها خطير. يا حبايب قلبي السكر البودر دوت أنا مانيش شارية من السوبر ماركت، أنا جبت سكر من البيت وقمت عاملاه في قلب الكبة. أنا حبيت أعرفكم عشان لو انتوا يعني ما تشتروهوش، لو عندك في البيت تقومي عاملاه في الكبة هيبقى جميل. وده بقى كنا رصيناه في الطبق ما شاء الله زي ما انتم شايفين، وصاحبتي بقى بتعمل لكم واحدة ما شاء الله كانت جميلة، كان مقرمش وجميل وطعمه جميل. اتمنى يا حبايب قلبي الفيديو يكون خفيف على قلبكم واتمنى تكونوا استفدتوا مني بحاجة لو حاجة بسيطة. ما تحرمش منكم ابدا يا حبايبي. جميل، اقسم بالله سهل جدا. ما خدش مننا وقت وتسالي، كنا قاعدين قلنا اما نعمله. صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الرضا، صباح الجمال، صباح السكر، صباح المانجا، صباحكم زي العسل، صباح القشطه. ربنا يخليكم يا حبايبي وما تحرم منكم ابدا. ما تنسوش يا حبايبي قبل ما نبدا الكلام نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي يا حبايبي عليه الصلاه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا جيت لكم اهو. جيت من بره اتلقيت بنتي عامله حاجه مسكره واتبسطت منها وفرحت. ما شاء الله ربنا يخليها يا رب. وجيت بقى عشان اجهز الغدا. هعمل لكم غدا ايه النهارده؟ هعمل بطاطس في الفرن بفراخ بدبابيس. كان عندي نص فرخه في التلاجة وكان عندي بقيت دبابيس من اللي كانت اختي جايباها، كانت في الفريزر. طلعتها بقى وغسلتها حلو وقطعت معاكم يجي 3 بصلات. قطعت 3 بصلات وفصين توم ونزلت بالبهارات: نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة كزبرة، معلقتين ملح، نص معلقة من اللي هي 7 بهارات. وبعد كده نزلت بالطماطم على البصل ونزلت بالبطاطس وهقلب كله ببعضه. انا يا حبايبي في ناس بتقطع البصلات حلقات، بس انا عيالي ما بيحبوش البصل يكون كبير، مقطعه حتت صغيره. وغسلت البطاطس واديني بقلب عشان تاخد وتدي بشكل ودي زي ما انا بقول لكم على طول. متنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي وتذكروا الله. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. والوقت غسلت الحاجة شطفتها مرة واتنين وتلاتة. وبعد كده اقوم منزلها في البطاطس. شايفين يا حبايبي اديني بغسلها اهو. انا كنت غسلها قبل كده بدقيق وملح وعينها في التلاجة نضيفة. قايله لكم يا حبايبي قبل كده ان انا لما باجي اطبخ بعمل حساب يفوت اكل لتاني يوم. عشان ايه؟ ما احضرش تاني يوم واروح اشتري حاجات بقد كده، لا اشتري مكرونه، لا افكر في الاكل بتاع تاني يوم. عشان ايه؟ ارتاح، يبقى عندي بقيت اكل وارتاح، ما افكرش في الاكل بتاع تاني يوم. والوقت برص معاكم بقى الدبابيس والوركين اللي كانوا في الفريزر. شايفين شكلها ما شاء الله؟ ما حطيتش لها الا كوبايه ميه او كوبايه ونص ميه، وكانت جميله. وحطيت لها ورق لوري وحبهان وجهزتها. وما شاء الله كانت نفسها كانت تحفه. الفص التوم دي بيخليها حلو. ماشي يا حبايبي. هنزل بقى ايه، ولعت الفرن سخنته. ودي كان شكلها في الفرن. وبعد ما حطيتها في الفرن هديت عليها وطلعت عشان اطبخ الرز. انا عملت الرز بشعريه النهارده، كان جميل ما شاء الله. اديني بقى عمالة اقلب، شايفين؟ واديني هفضل اقلب لغاية ما تديني اللون السفري الحلو ده. ما شاء الله. متنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي وتذكروا الله، تترحموا على امي وابويا وموتانا اجمعين. ماشي يا حبايبي؟ حبايبي متابعيني ربنا يخليكم ما تحرمش منكم ابدا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. شايفين لون الشعرية ما شاء الله. وبعد كده نزلت بالمية وحطيت معلقة ملح ونزلت بالرز. انا يا جماعة طبخت رز بشعرية ورز ابيض
عند عمتي أخت جوزي ما بتاكلش الرز أبو شعرية، وطبخت لها شوية رز أبيض أم رحمة، ربنا يخليها ويبارك فيها ويديها الصحة يا رب. والوقت خلصت وبجهز الغدا. شايفين شكل الصينية بتاع الفراخ كانت جميلة، كانت ريحتها جميلة ما شاء الله. تعالوا يا حبايبي لو انتوا قريبين مني تعالوا اتغدوا معانا. والوقت بجهز الغدا عشان والوقتي يا حبايبي باجهّز معاكم الغدا، عمّالة أفرّغ في الأطباق أهو. شايفين البطاطس دايبة إزاي؟ ما شاء الله. ودي شكل الصينية، فرّغت وهنطلع بقى ناكل في الصالة برّه. وما شاء الله كانت الفراخ دايبة كده، أديني عمّالة أشوف بافصّص من الدبوسة وأقول لكم شايفين يا حبايبي. وكان غدا حلو وعمتي اتغدت معانا أم رحمة، ربنا يشفيها يا رب ويدّيها الصحة. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعّلوا الجرس عشان ينزل لِك كل جديد، ويا ريت فيديوهاتنا تبقى خفيفة على قلبكم. مع السلامة يا حبايب قلبي، مع ألف سلامة. ما اتحرمش منكم أبدًا ولا من تعليقاتكم الجميلة.